ايه لغة ميتة؟ هو اللغات بتموت؟ طب هل لو اللغة ماتت ممكن ترجع تاني؟ واحنا فين من حرب اللغة الناعمة اللي دايرة دلوقتي؟ كمل معايا الفيديو للآخر وهوعدك ب3 حاجات هتعرف الإجابة على الأسئلة دي كلها، هيكون عندك وعي لحجم المشكلة وإزاي هنقدر نحلها. السلام عليكم، معكم إبراهيم حجاج، وأول فيديو من صناعة المحتوى، إن شاء الله يكون فيديو مفيد ويعجبكم. عشان نجاوب على الأسئلة دي ما ينفعش تفوتنا قصة العيازر بن يهوذا واللي عمله العيازر عشان يأسس وطن لليهود في فلسطين. طب إيه علاقة اليهود وفلسطين باللغة والحروب الناعمة والكلام اللي أنا مش فاهم منه حاجة ده؟ اصبر عليا يا معاذ وهتفهم كل حاجة. اتولد العيازر سنة 1858 في ليتوانيا، واللي كانت تابعة لروسيا ساعتها، لأسرة من اليهود الإشكناز. والأشكناز دول هم اليهود اللي عاشوا في منطقة الراين ما بين ألمانيا وفرنسا. أبوه مات وهو عنده 5 سنين، بعدها راح عاش مع عمه اللي وداه يدرس الشريعة اليهودية في مدرسة من المدارس الدينية اليهودية. لما كبر شوية وهو لسه في شبابه اتشخص بمرض الضرن، وده مرض معدي ومميت، وكان فاكر انه هيموت بدري. وبما انه خلاص كان فاكر ان ايامه في الدنيا معدودة، قرر انه يسخر كل اللي باقي من حياته في تحقيق حلمه الوحيد، وطن لليهود. طيب، عشان يكون في وطن وأمة لازم يكون في مقومات لقيام الأمة دي. ايه هي بقى مقومات وجود اي أمة؟ اول حاجة الارض، لازم يكون في ارض يعيشوا عليها، ودي هيسرقوها، واصلا اوروبا عايزة تخلص منهم عشان عاملين مشاكل هناك، فهيساعدوهم في السرقة دي. تاني حاجة الدين والثقافة والقيم، الدين موجود والثقافة والقيم هيسرقوها برضه، زي ما قالوا كده ان الفلافل والحمص اكلة اسراء. اسراء. تالت حاجة تقوم عليها اي امة هي وجود تاريخ مشترك ما بين الناس. طب هو مفيش تاريخ مشترك، دول شوية ألمان على فرنسيين على بولنديين على روس مخلطين يعني، لكن مش هيغلبوا. هيجيبوا التوراة يطلعوا منها كام قصة يحكوها لعيالهم والدنيا هتمشي. الحاجة الرابعة والأهم يا صديقي، واللي أنا بسببها عملت الفيديو ده، هي اللغة. طب يعمل ايه العيازر وهو مش هيعرف يخلي الألماني يتكلم فرنسي ولا البولندي يتكلم روسي؟ هيعمل ايه؟ مفيش لغة. بقولك مخلطين يا صديقي. يقرر العيازر انه يعيد احياء لغة اليهود الاصلية بعد ما ماتت من 2000 سنة. ماتت؟ ماتت. لا حول ولا قوة الا بالله. هنا هنجاوب على اول سؤال ونعرف يعني ايه لغة ميتة، وبعدها نرجع للعيازر تاني عشان هذا المحتل عمل حاجات لازم نتعلم منها. اللغة الميتة هي اللغة اللي بطل الناس يستخدموها للتواصل في حياتهم اليومية. ويذكر ان اخر لغة ماتت كانت لغة اسمها يامانا سنة 2022، ودي اللغة التشيلية الاصلية، وماتت نتيجة وفاة اخر متحدثة باللغة دي، واللي اسمها كريستينا كالديرون، اللي من شعب الياغان. شعب الياغان موجود في تشيلي وفي الارجنتين، وافتكر معايا اسم كريستينا عشان هنرجع له تاني. نرجع لإليعازر. لما قرر إليعازر انه يعيد احياء اللغة العبرية، اخذ مراته ديفورا وسافروا على القدس، واللي كانت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية ساعتها. ومن القدس بدأ يجهز لأكبر عملية سرقة في التاريخ الحديث، سرقة فلسطين الحبيبة. أول شيء كان محتاجه إليعازر هو وجود قاموس للغة دي، فجاب المخطوطات العبرية القديمة وفضل يجمع في المعاني والمفردات ويحطها في القاموس. لكن هنا واجه مشكلة كبيرة، اللغة دي الناس بطلت تتكلم بيها من 2000 سنة. هيعمل ايه في المصطلحات الجديدة اللي ما كانتش موجودة ساعتها؟ هيألفها. يعني مثلا يعني ايه جريدة او صحيفة؟ ما كانش في جرايد من 2000 سنة. ايتون. طب يعني ايه قاموس؟ ميلون. طب يعني ايه مربى؟ ربا. استغفر الله. قرر إليعازر هو ومراته وعياله ان هما ما يتكلموش غير بالعبرية في البيت، لدرجة ان من كتر ما الموضوع كان مسألة حياة وموت بالنسبة لإليعازر، زعق لديفورا ام العيال شريكة الكفاح لمجرد انها غنت لابنها اغنية بالروسي. انت متخيل ايمانه بالفكرة كان واصل لفين؟ وكانت النتيجة يا صديقي ان ابنه إتمار، واللي كان اسمه بن صهيون سابقا قبل ما يغير اسمه، كان اول طفل يتكلم بالعبرية كلغة بعد 2000 سنة من موتها. بدأ إليعازر يشوف ثمرة كفاحه بتطرح، وقرر يطلع باللغة العبرية بره البيت وينشرها بين اليهود في فلسطين. لكن ده ما كانش سهل. اتعرض إليعازر لمعارضة شديدة من اليهود الأرثوذكس عشان بيستخدم اللغة العبرية في كلامه. هم كانوا شايفين ان اللغة دي مقدسة ومخصصة لقراءة النصوص الدينية وبس.
حول إليعازر الدراسة في مدرسة ريشون لتسيون من اللغة الفرنسية إلى اللغة العبرية، وأسس لجنة للغة العبرية، وأسس أول جريدة ناطقة باللغة العبرية، وبدأ ينشر فيها كتاباته لحد ما اتسجن بتهمة التآمر ضد الدولة ونشر أفكار صهيونية. طبعا ما طولش في السجن، قعد شهر وطلع بعد وساطة من الجالية اليهودية والدبلوماسيين الأوروبيين. ساعتها طلع إليعازر من السجن كامل طريقه، هو عارف هو عايز ايه. مراته ديفورا ماتت و3 من عياله ماتوا بعد ما اتعادوا منه بالدرن. طب يعمل ايه إليعازر؟ يقوم يتجوز أخت ديفورا اللي اسمها حمدة واللي هتكمل معاه مشروع إنشاء القاموس العبري. مات إليعازر سنة 1922 وهو عنده 64 سنة، بعد ما كان فاكر انه هيموت وهو شاب، وبعد ما وضع حجر الأساس للغة العبرية واللي كانت المقوم الأساسي بعد كده لقيام الدولة اليهودية في فلسطين سنة 1948. إليعازر بيذكرني بآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالها الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إليعازر اللي أعاد إحياء اللغة العبرية هو بطل عند اليهود، وبيحتفلوا بيه عشان مكنهم من تحقيق حلم سرقة وطن. أنا وعدتك ب3 حاجات في الفيديو، فاكرهم؟ نفذت أول وعد وجاوبت على معنى اللغة الميتة ومعنى إحياء اللغة. هجاوب على الوعد التاني بسؤال عشان أوضح هو فين المشكلة. المشكلة يا صديقي إن احنا مش مدركين حجم المشكلة. اللغة ما بتموتش فجأة، يعني ما بننامش ونصحى نلاقيها ماتت زي الإنسان كده، لا، دي بتموت على فترات، ولحساب لغات تانية بيتم استخدامها بشكل أكبر. يعني لما تقرر إنك تتكلم كلمة عربي وكلمة إنجليزي وتهمش لغتك الأم في تعاملاتك كل يوم، هيجي ابنك يتكلم إنجليزي أكتر وعربي أقل، وهيجي حفيدك مش هيعرف العربي أساسا لأنه ما تعرضش لنفس الكثافة اللغوية اللي أنت تعرضت لها. شوف الأجيال اللي طالعة دلوقتي بيكلموا بعض إزاي وهتفهمني. احنا قربنا ان احنا نصاب بلعنة الجيل الثالث من غير ما نحتاج ان احنا نهاجر. هتجيلنا لعنة الجيل الثالث واحنا في بلادنا العربية. يعني احنا ممكن في كلامنا بالانجليزي في حياتنا كده مع بعض كل يوم نكون بنساهم في موت لغتنا. الحقيقة انه يا صديقي الموضوع ده اهم مما تتخيل، وبتتحرك فيه دول وبيتكلم عنه قادة اكبر دول في العالم. يعني مثلا شوف الصحف الفرنسية وهي بتصوت عشان الجزائر لغت التعلم باللغة الفرنسية. طب شوف كده بوتين قال ايه للصحفي الألماني لما كلمه انجليزي. Хочу обратить внимание. Вот вы представляете Федеративную Республику, да? Говорите по-немецки. Ну что вы мне вопросы задаете на английском языке? Самое важное – это уровень суверенитета. Souveränität. Absolut, ich verstehe es. Herzlichen Dank. Nicht zu danken. إنها السيادة. دول قادة أكبر دول في العالم، وشوف بيفكروا إزاي. اللغة بتشكل طريقة تفكيرك، واحنا لغتنا العربية من أغنى لغات العالم. يكفي إن دي اللغة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار إنه يكلمنا بيها. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. انت ممكن تلاقي كلمة واحدة عربية ليها معاني كتير، وكل ما يكون عندك محصلة لغوية أكبر كل ما كانت قدرتك على التحليل والتفكير والإبداع أعلى بكتير. وهنا نيجي للجملة الشهيرة للمفكر اللغوي الروسي ليف فيغوتسكي، قال إن اللغة هي وسيلة لتنظيم الفكر الداخلي، أي أن الإنسان يتحدث في ذهنه قبل أن ينطق. ونروح للمفكر الأمريكي بنجامين لي وورف اللي قال إن اللغة تؤثر في طريقة إدراك الإنسان للعالم، وقال نحن لا نعيش في العالم ذاته ما لم نتحدث اللغة ذاتها. لما عدوك يخليك تتكلم لغته هو بيخليك تفكر زيه وتنصهر معاه، فيقدر يسيطر عليك بسهولة. يعني مثلا لما بتهاجر دولة أجنبية مش هتعرف تاخد الجنسية إلا لما تنجح في اختبار الاندماج، وده بيكون عبارة عن أسئلة في الثقافة وفي التاريخ وغيره. لكن أول شيء بتمتحن فيه في اختبار الاندماج ده اللغة. فاكر كريستينا كالديرون صاحبة آخر لغة ميتة؟ شوف أنا لويزا، ودي تبقى مديرة البرامج في معهد الألسنة الحية للغات المهددة بالانقراض. شوف قالت ايه بخصوص الموضوع ده. A language is one of a culture's links to the past, present, and the future. So when a language disappears, it can sever that tie.
So Christina Calderon's passing is very significant because she was that link to the past, the ancestral past of the Yagan people. So it's very important to preserve languages for future generations. طب شوف قالت ايه تاني. Why is it that some languages die out whilst others thrive and survive? It depends on the resources and the energy that people put into their languages. الطاقة التي يبذلها الناس في لغتهم. هل وصلت الفكرة يا صديقي؟ يعني انت تقصد ان احنا ما نتعلمش لغات تانية يعني ولا ايه؟ ننفصل بقى عن العالم ونتخلف ونعود للوراء؟ سؤالك جميل يا معاذ. انا مش من حقي ان انا اقول حاجة عكس اللي ديننا وصانا بيها. ديننا وصانا نتعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم امر زيد بن ثابت رضي الله عنه انه يتعلم اللغة السريانية عشان يراسلوا بيها اليهود. تخيل ان زيد تعلم اللغة في اقل من 15 يوم. التعلم مهم جدا ومن الدين، لكن في فرق انك تتعلم وتستخدم اللغة اللي اتعلمتها وقت ما انت محتاجها، وبين انك تستبدل لغتك لغة القرآن بلغة تانية. طب ده انا عدى عليا زملاء في الشغل يا معاذ، ده عربي وده عربي وبيبعتوا لبعض الرسائل في الشغل بالانجليزي. طب ليه؟ معرفش والله بعرف. طب نحل المشكلة دي ازاي طيب؟ الله عليك يا معاذ، انا في غاية السعادة بسؤالك ده. حلو السؤال ده. هنا سأوفي بالوعد الثالث ونقول لاخواتنا وحبايبنا ايه اللي ممكن نعمله ببساطة وبشكل عملي عشان نحل المشكلة دي. اول شيء محتاجين نعمله هو النية. انوي ان بكلامك بالعربي جوه بيتك وبره بيتك ومع عيالك انت بتحافظ على لغة القرآن. ان شاء الله احسب انك هتاخد اجر لما تتكلم عربي بالنية دي. النية هي اصل كل عمل. انوي يعني لما ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكر معايا كده، ربنا هيحفظه ازاي غير بينا؟ ربنا يقصدنا احنا خلفاء الله على الارض، احنا الاسباب اللي هنحفظ الذكر بحول الله وقوته، والذكر نزل بالعربي. تاني شيء ادعي ربنا يوفقك انك تكون خليفته وتوصل رسالته باللغة اللي هو اختارها. الدعاء اثره عجيب في كل شيء. جرب وهتدعي لي. تالت شيء بقى وده مهم جدا جدا جدا، اقرأ قرآن. القرآن غير انه هيكون شفيع ليك يوم القيامة، في محصلة لغوية معجزة، ده كلام ربنا. كل ما هتتعرض لمعاني القرآن كل ما هتلاقي نفسك قادر تستحضر الكلمة اللي انت عايز تقولها بالعربي، ومش هيحتاج عقلك يروح يجيب كلمة انجليزي يحطها مكانها لانه ما لقاش في ذاكرتك هذا المعنى بالعربي فاضطر يروح يجيبه بالانجليزي. بقراءة القرآن ومعرفة معانيه أأكد لك إن مشاكلك في استحضار الكلام بالعربي هتتحل. وما تنساش إن أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قلت، يعني ابدأ حتى بصفحة واحدة في اليوم بس داوم عليها. ده التطبيق اللي أنا بستخدمه، تطبيق مصحف في المدينة، ده جميل ومجاني وفي معاني كلمات وقراءات صوتية وإمكانية إنك تعلم عند الآية اللي وقفت عندها. جربه هيعجبك وهيساعدك كتير. رابع شيء اقرأ كتب، حتى لو هتخصص لنفسك صفحات قليلة في اليوم، حتى لو صفحة، ده هيساعدك كتير وهيزود المعاني في ذهنك. خامس شيء اكتب ودون. احنا نسينا الكتابة يا جماعة. جرب يبقى معاك مذكرة صغيرة تكتب فيها خططك، حاجات عايز تعملها، مذكراتك. الكتابة جميلة وهتساعدك كتير في تنظيم حياتك. سادس شيء والأخير اتكلم عربي. استخدم لغتك التانية عند الحاجة بس. رسائل الشغل ابعتها عربي طالما بتبعتها لحد عربي زيك. خلينا نحاول كلنا ان احنا على قد ما نقدر ما ندخلش كلام انجليزي وسط كلامنا العربي بلا داعي. دي كانت مجرد اقتراحات وهستنى منكم تكتبوا لي ايه اللي ممكن تاني نعمله عشان نحافظ بيه على لغتنا، وهستنى منكم تقولوا لي ايه رأيكم في الحلقة. اتمنى ما اكونش طولت عليكم واكون وصلت الرسالة بدون ما تملوا. واذا عجبكم المحتوى اللي بقدمه ما تنسوش الاعجاب والنشر لتعم الفائدة. وشكرا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. سلام سلام كمسك الختام.